أهلا بيكم. النهاردة حابين نتكلم في موضوع بنلاحظه كتير الفترة الأخيرة، ويمكن كتير من المستمعين كمان واخدين بالهم منه، اللي هو ظاهرة استخدام الإنجليزي بكثافة، يعني في البودكاست اللي المفروض أساساً موجهة لجمهور عربي. إحنا جمعنا شوية مصادر وملاحظات وبحوث بتحاول تفهم ليه ده بيحصل وإيه تأثيره. ساعات تلاقي بودكاست اسمه بالعربي، لكن لما تسمعه تلاقي نصه إنجليزي أو حوارات كتير بالإنجليزي. ده ممكن يعمل لخبطة شوية للمستمع، مش كده؟ فمهمتنا النهاردة إننا نبص على المصادر دي ونحاول نفهم القصة دي أبعادها إيه بالظبط. فعلا الملاحظة دي دقيقة جدا، وبصراحة بقت منتشرة قوي. والموضوع مش بس اللخبطة اللي بتحصل للمستمع، لا، في نقطة أخطر، يعني كذا مصدر من اللي معانا بيشير ليها، وهي إن الفايدة الحقيقية للمحتوى نفسه ممكن تضيع. المستمع العربي اللي هو المفروض الجمهور الأساسي ممكن ما يخرجش باللي هو عايزه بسبب حاجز اللغة ده. النقطة دي بالذات في أرقام بتوضحها قوي. في واحدة من الدراسات اللي معانا، بحث الستاتيستا معمول السنة دي 2024، بيقول إن حوالي 78% من مستمعي البودكاست في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيفضلوا المحتوى بلغتهم الأم، عربي بقى، فصحى، لهجات محلية، المهم لغتهم. 78% ده رقم ضخم طبعا. جدا. يعني الأغلبية الساحقة بتقول بوضوح إحنا عايزين نسمع بلغتنا، فتجاهل النقطة دي من صانع المحتوى يعني مخاطرة كبيرة بصراحة. بالظبط. وهنا بقى تيجي حتة تانية مهمة بيطرحها مقال من هارفارد بيزنس ريفيو برضو من ضمن المصادر، بيتكلم عن فكرة الحاجز النفسي. الفكرة ببساطة إن اللغة مش بس أداة تواصل، لا دي كمان بتأثر في نفسية المتلقي. لما المستمع بيلاقي المحتوى بلغة هو مش متمكن منها قوي أو حاسس إنها غريبة عليه، بيتكون عنده إحساس كده ممكن لا واعي إن المحتوى ده مش عشانه، مش بتاعه. كأنه مش موجه ليه هو شخصياً. تماما. فيبدأ ينفصل عنه نفسيا، يفقد اهتمامه، وده أخطر بكتير من مجرد صعوبة في الفهم. ده شعور بالمش مكاني. طيب لو حطينا النقطتين دول جنب بعض، الأغلبية بتفضل العربي والحاجز النفسي ده اللي ممكن يحصل بسبب لغة تانية، ده يخلي السؤال اللي في كذا ورقة معانا منطقي جدا. ليه بقى صناع المحتوى بيعملوا كده؟ المصادر بتقترح كذا احتمال. في اللي بيقول يمكن نوع من الاستعراض، يعني محاولة للظهور بشكل معين، يمكن عالمي أكتر أو كول زي ما بيقولوا. فكرة الاستعراض دي واردة جدا، وفعلا بعض التحليلات بتشير ليها. والمفارقة بقى إن ده لو هو السبب فهو عكس تماما روح البودكاست أصلا. إزاي؟ يعني البودكاست قايم على إيه؟ على القرب، الحميمية، إنك بتحس كأن اللي بيتكلم ده جنبك بيكلمك أنت. فالاستعراض أو محاولة تلميع الصورة دي بتكسر الإحساس ده، بتعمل مسافة. المستمع العربي في الغالب عايز يحس إنه بيتواصل بجد مع اللي بيسمعه، عايز يفهم ويستفيد. اللغة المفروض تبقى جسر بيوصل، مش سور بيعزل أو للعرض وخلاص. صح. يعني اللغة هنا بتتحول من وسيلة لهدف في حد ذاته. بالظبط. ويمكن كمان في سبب تاني بيتقال في المصادر، اللي هو التأثر بالترندات العالمية وخلاص. يعني يشوف بودكاست نجح بره بيعمل خلط لغات فيقلده من غير ما يفكر هل ده مناسب للجموع بتاعه هنا ولا لأ. ده بيوصلنا لمقولة عجبتني جدا ومتكررة في كذا مصدر: المحتوى مش للعرض، المحتوى للفايدة. يعني من الآخر المحتوى ده معمول عشان يوصل رسالة، يقدم فايدة. لو اللغة اللي اخترتها وقفت عائق قدام وصول الرسالة دي لأغلب جمهورك المستهدف، يبقى المحتوى ده يعني فقد قيمته الأساسية. بالظبط. بيتحول زي ما وصفته واحدة من الملاحظات مجرد ضوضاء، كلام بيتقال في الهوا. طبعا ده مش معناه إن ما ينفعش نستخدم أي كلمة إنجليزي خالص. المصادر نفسها بتفرق. يعني ساعات بيبقى فيه مصطلح علمي أو اقتباس معين، طبيعة الموضوع بتحتم ده. أكيد. التمييز ده مهم. الاستخدام الوظيفي المبرر للإنجليزي اللي بيخدم المحتوى نفسه ده شيء، والمشكلة اللي المصادر بتتكلم عنها هي الإفراط بقى، الخلط الزايد عن حده اللي بيخلي متابعة الكلام صعبة للعربي لغته الأساسية. الكود سويتشنج المبالغ فيه ده ممكن يكون غير مقصود أحياناً، وممكن يبقى مقصود عشان يدي إيحاء معين، وفي الحالتين النتيجة مش كويسة بالنسبة للجمهور الأكبر. طيب عشان ما نبقاش بنتكلم عن السلبيات بس، المصادر اللي معانا ذكرت مثال إيجابي وناجح جدا في النقطة دي: بودكاست فنجان لعبد الرحمن أبو مالح. فنجان طبعاً مثال قوي جداً.
المصادر بتشير ليه كنموذج يعني يستحق الدراسة. الملفت فيه واللي التحليلات بتبينه هو إصراره الواضح على استخدام العربي، سواء الفصحى البسيطة أو اللهجة الخليجية الواضحة بتاعته. حتى لما يستضيف شخصيات أجنبية بيعتمد على الترجمة أو إعادة الصياغة عشان الحوار يفضل ماشي بالعربي بشكل سلس. تحليل حالة فنجان ده مهم قوي من ناحية التواصل. النجاح الكبير اللي حققه المصادر بتربطه بشكل مباشر بالقرار الاستراتيجي ده، إنه يكلم جمهوره بلغته. لما المستمع بيلاقي محتوى قوي بيناقش أفكار عميقة وبلغته اللي بيفهمها وبيحس إنها بتاعته، ده بيخلق عنده إحساس بالتقدير، بالانتماء. وبيخليه يكمل سماع ويتابعه باستمرار. بالظبط، ده اللي بنسميه الولاء. والمصادر بتأكد إن الإحساس ده بيعلي جدا معدلات الاستماع والتفاعل، وده بيأكد تاني فكرة الحاجز النفسي اللي قلناها. بس بالعكس، استخدام اللغة الأم بيكسر الحواجز دي. والموضوع ده مش بس في عالمنا العربي. لا طبعا، نفس المبدأ عالمي. المصادر بتشير لمثال تاني زي بودكاست The Diary of a CEO بتاع ستيفن بارتلت في بريطانيا. جزء كبير من نجاحه الرهيب هناك وبعدين عالمياً إنه قدر يتواصل بصدق ولهجة وثقافة قريبة جداً من جمهور البريطاني الأساسي، خلاهم يحسوا إنه واحد منهم. وبعد كده النجاح العالمي جه نتيجة طبيعية للقاعدة القوية دي. فالمبدأ واحد، كلم الناس بلغتهم وبطريقتهم لو عايز توصل لهم بجد. يعني لو حابين نلخص الرسالة الأساسية من كل المصادر والملاحظات دي، نقدر نقول إنها بتدور حوالين أهمية الأصالة والصدق في صناعة المحتوى. تماماً. في جملة قوية قوي في ورقة منهم زي دعوة مباشرة لصناع المحتوى: خليك حقيقي، كلم جمهورك بلغته مش بلغة استعراض، خليك قريب من الناس اللي المفروض بتكلمهم، استخدم اللغة اللي بتوصل لهم فعلاً. 100%. والنقطة دي لازم نوضحها، إنك تحط نفسك مكان المستمع وتفكر في احتياجاته اللغوية والثقافية. ده مش رفاهية، لا، بناء على التحليلات دي ده مفتاح أساسي للنجاح والتأثير، خصوصا في البودكاست اللي معتمد قوي على العلاقة الشخصية دي. في عبارة تانية لفتت نظري جدا في المصادر: لو كل صانع محتوى فكر في المستمع قبل ما يفكر في نفسه هيكسر الدنيا. الله، جميلة دي. فعلا، يعني النجاح الحقيقي بيجي لما تحط المستمع واحتياجاته وتفضيلاته الأول. الموضوع بسيط في فكرته، محتاج بس شوية صدق مع النفس وشوية احترام حقيقي للناس اللي بتسمعك. فعلاً، الموضوع بسيط في جوهره لكن تأثيره كبير قوي. وكالعادة بنحب نختم بسؤال كده نسيبه للتفكير بعد ما نخلص، بناءً على كل اللي قلناه من مصادر دي عن أهمية اللغة ووضع المستمع أولاً. السؤال الأوسع بقى، لو مبدأ المستمع أولاً ده بقى هو الأساس في كل قرار في صناعة المحتوى العربي، مش بس اختيار اللغة، تفتكروا إيه كمان ممكن يتغير؟ شكل المواضيع نفسها، طريقة الحكي، التفاعل، حتى طرق الربح من المحتوى ممكن تتغير إزاي لو بدأنا فعلاً نفكر من زاوية المستمع في كل خطوة؟ يعني إيه الإمكانيات الجديدة اللي ممكن تتفتح للمحتوى العربي كله لو ده حصل؟ سؤال مفتوح للتأمل.